فرق أحواش. تنم مكونات الجهاز عن بساطة لا متناهية، وهي سمة تطبع حياة المجتمعات التقليدية، إذ أبى الناس على الاكتفاء باليسير، لكن إقبالهم على الحياة والتعبير عن سعادتهم بعفوية وتلقائية لا يضاهيه شيء. إنه بوح فطري عن سعادة بالانتماء إلى الجغرافية ليس فيها مجال للخاص. تستقبلهم عائلة العريس ويندمج الجميع في أجواء الاحتفال. بسم الله، الحمد لله وحده. يعقد مجلس لتسجيل قائمة الجهاز، وهي عادة دارجة في بعض المناطق بالمغرب، إذ تصر عائلة العروس على تسجيل لائحة مكونات الجهاز وقيمتها في وثيقة يشرف على كتابتها فقيه المسجد. الجماعة وكان المسائل أنت نرى إن شاء الله نسكرت الأثمنة سنت. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يلا سيدي بسم الله. أنا هو ده سيدي 20,000. لا 20,000. السنت غارطة دو نص مش كتوسي. الماركانات كيخصو 10,000. و20,000. فوالا 10 بس إنه باخصو. شكرا ديالك. سير سيدي الله يسخر. نبدا الله يسخر. الله يسخر. سير سيدي الله يسخر. سير قيد 15. أنا بسم الله ولا غادي يسوى داخل تصبح مهمة الفقيه صعبة كلما ارتفع الجدال بين الأسرتين، فكلما ذكرت قيمة أحد مكونات الشبار تحتج عائلة العريس. الغاية من هذه القائمة هو حفظ حقوق المرأة عند وقوع أبغض الحلال. على الزوج أن يعيد لها كل هذه الأغراض أو قيمتها. في اليوم الثالث تخرج العروس من الحجبة لتعد طعاما ستحمله إلى عائلتها في أول زيارة. عليها أن تعد قصعة كسكس كبيرة الحجم. لإعداد هذه الوجبة أيضا طقوس، أهمها أنه لا يجوز للقريبات الشروع في الإعداد دون مباركة العروس. إعداد العروس لأول وجبة ببيت زوجها أيضا اختبار لقدراتها ومهاراتها، لكن بنات جنسها يشفقن عليها ويسهلن عليها اجتياز هذا الامتحان الصعب. تقتضي العادة أيضا أن يتم إعداد صنف خاص من الكسكس لهذه المناسبة. إنه الكسكس الحلو القليل المرق والمعد باللحم والبصل والمحلى بالعسل وزبيب العنب والمزين بالبيض واللوز والجوز والثمر.
يحمل قصعة الكسكس أحد الوزراء ويستدعى الأقارب للمناسبة. بعد وصول الموكب تخرج أسرة العروس لاستقبالها. على العريس تقديم هدية نقدية لحماته للتعبير عن امتنانه ورضاه عن هذا الزواج. يفترق الجمع بعد تناول الوجبة. غداء العروس آخر طقس يحضره الرجال، أما النساء فتضربن موعداً للالتقاء في اليوم السابع يوم الحزام. ارتبطت طقوس الاحتفال باليوم السابع، أي بعد مرور أسبوع على ليلة الزفاف، بالتعبير عن الرغبة في الإنجاب لضمان الاستمرارية والتجدد. طقوس الحزام تقام للوقاية من العقم ولطلب الخلفة. تستحضر خلالها رموز الخصم: الماء، أوراق الحناء، فضلات الأغنام، وأغصان الزيتون والرمان. تغسل رجلها بهذه الخلطة الغريبة ويقدم لها الماء. عليها أن تقلب الآنية. يتقدم أحد الوزراء لإحاطة خصرها بغصني الرمان والزيتون. تسرع هاربة لاتقاء ضرب الوصيفة والوزير. تعود لإتمام باقي مراحل الطقس. توزع وصيفتها الكحل والسواك على الحاضرات والفواكه الجافة. بعد ذلك تقدم إلى الحاضرات كسرات خبز غمست في الزيت والعسل. أنتج الإنسان منذ وجوده أساطير ليواجه مخاوفه من قوى الطبيعة، وأسس طقوساً للاحتفال ليواجه خوفه من المرور من حياة إلى أخرى.